We deny not because reality is false, but because it is too overwhelming to integrate at once. هلا، حياكم الله. بعد السلامات والطيبات والحاجات الحلوة دي كلها، مش قادرة أقول لكم بجد أنا عدت الفيديو كام مرة، يجي 25 مرة حتى الآن، عشان أبقى satisfied عن الcontent وعن التقديم، ومش حاسة إن أنا satisfied. So that أنا قررت إن أنا هسجل الفيديو وهنزله whatever happened عشان perfectionism. عايزة أتكلم عن الإنكار أو الدينايل. هو ببساطة، عارفين جملة مستحيل يكون ده حصل أو أنا مش مصدق؟ هو ده إن أنا عقلي بيكون رافض يصدق حاجة معينة، فكأنه بيأجل استيعابها لوقت لاحق أكون أنا قادر فيه أستوعب الكلام ده. فنقدر نقول إنها آلية دفاعية بتحصل بشكل لا واعي، يعني اللي في إنكار ما بيبقاش مختار ده وما بيكونش عارف إن هو في إنكار، كأنها بتحميني من خطر حقيقة حاجة معينة بتحصل دلوقتي أنا مش قادر أصدقها، أو أقول ده الوضع فعلا دلوقتي. ماشي، أنا التزمت إن أنا مش هقفل الفيديو. أوكي، لما نيجي نتكلم عن إيه اللي بيحصل في الجهاز العصبي يخلي المعلومات مش راضية تدخل على السيستم، مش راضية تتعالج. لما ببقى في حالة تهديد أو حالة خطر الأميجدلا بتنشط جدا جدا، ولما بكون في حالة توتر أو مصدومة القشرة الجبهية ما بتكونش قادرة تعالج المعلومات بنفس الكفاءة اللي بتكون بتعملها لو أنا في وضع مستقر. فكأن المعلومة بتسكت، مش بتدخل وبتتعالج، وكأن عقلي وقتها بيقول لي أوكي يا روحي that's fine، إحنا هنتعامل مع الموضوع ده بس لاحقا. الإنكار برضو من ضمن أول مراحل أو أولى مراحل التعافي من أي حاجة صعبة. تشخيص بقى مرض صعب، كارثة طبيعية، فقدان شخص عزيز أو وفاة، في الأوقات دي أول حاجة بنمر بيها هو الإنكار. ده ما حصلش، والإنكار ممكن يظهر في صورة لوم، تبرير للأذى، ضحك كتير، أتعامل كأنه مفيش حاجة حصلت، ما كلش، تحصل لي اضطرابات في الشهية. دي كلها علامات تقولي إنه أنا في إنكار. ولو أنا عندي وعي كافي هيخليني عادي أقدر أشوف إن أنا في إنكار. أكيد 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 كلنا عايزين نعرف لو إحنا في إنكار إزاي نطلع من الإنكار. خلينا متفقين إن ده لعبة دماغنا بتلعبها علينا، والدماغ لو ما تعاملناش معاها بذكاء هي اللي هتكسب. فمش بالعنف ومش بالعافية ومش بالغصب، مش بالغصب هخلي نفسي أتقبل، أو مش بالغصب هخلي نفسي مقر ومعترف بالحاجة دي. يعني فلانة والدها توفى أو والدتها توفت أو فقد ابن من أبنائه في حادثة أو أي حاجة من الكوارث اللي ربنا يا رب يحمينا ويحمي كل حبايبنا منها. حاجة حصلت زي كده، مش منطقي إن once إن ده حصل لأ لازم تتقبلي، لازم تبقي قوية، أنتِ هتفضلي كده لحد إمتى؟ اطلعي بقى من اللي أنتِ فيه. عمر ما الكلام ده هيساعد على الشفا بأي حال من الأحوال، ولا هيساعدني أعدّي الوقت اللي أنا باعدّي بيه، لإنه معنى إن أنا في إنكار يعني أنا متألمة كفاية، والمعلومة دي صعبة كفاية إنها تخلّي عقلي مش قادر يدخّلها على السيستم من كتر ما هي صعبة. مش معقول أكون باعدّي بالوقت الصعب ده وأقوم أقسى على نفسي كمان إن أنا لازم أتقبّل بالعافية. مش بتيجي بالعافية، دي حاجة العقل بيعملها وبيعملها بشكل لا واعي، فأي مقاومة منّي هتزيد الأمر سوء، هاخاف أكتر، فعقلي هيقفل أكتر، فالمعلومات مش هتدخل أصلًا. أُمّال بنطلع من الإنكار بإيه؟ بنطلع من الإنكار بالحب وبالرحمة وبالأمان. أنا في إنكار، يعني أنا خايف إن يكون ده حقيقي، أو خايف إن دي تكون حياتي بجد. فطول ما أنا خايف الأميجدلا شغالة، القشرة الجبهية مش قادرة تقوم بمهامها، فأنا واقف في مكاني. فمهم جدًا أكون باحاول أوفّر لنفسي مساحة كافية من الأمان جهازي العصبي يرتاح فيها. آآ أنام وأصحى في مواعيد ثابتة، يبقى عندي روتين، أتنفّس بالراحة، أشرب مَيّة كويس، أقلِّل social media، أقلِّل أخبار، وأحاول أوفّر المناخ اللي يخلّيني فعلًا قادرة أهدى وأستريّح. حاجة كمان ممكن تساعدني هي إن أنا أسمح لنفسي بالحزن القصير أو الحزن الصغير. يعني لو أنا عيّطت شوية، لو أنا في حاجة ما قدرتش أعملها، لو أنا جسمي مش قادر يتحرّك، مش قادر يقوم بالمهام اللي هو بيقوم بيها، it's okay، أنا محتاجة أسمح لنفسي بده بعض الوقت، لإنه الإنكار صحّي وصديقنا بالمناسبة ما بيطوّلش أوي، بياخد وقته ويروح.
لكن إمتى أقول إن هو مشكلة؟ لو بقى يعطّلني عن إن أنا آخُد قرارات مهمة، مش قادر أكمّل في حياتي بشكل طبيعي، بابرّر الأذى أو باكرّره، هنا لأ، يبقى أنا محتاجة أقف، محتاجة أطلب المساعدة. حاجة كمان هي الصبر، الصبر على عامل الوقت. الحاجة دي عشان تحصل محتاجة وقت، والوقت ده برضه مش من الحاجات اللي بتتزق وبتيجي بالعافية، هو الوقت بيعدّي بسلاسة والموضوع بيحصل لوحده من غير ما أنا أحاول أتدخّل فيه. والتقبُّل، واللي عرفته عن التقبُّل يا جماعة إن هو مش شعور، التقبُّل قرار عصبي أنا باقول فيه أوكي، أنا هاجيب المعلومة دي للوعي بتاعي وهاقول إنها حصلت وهاقِر بيها. أقِر بيها يعني هاعترف، يعني هاخرج من الإنكار. طب هل ده هيخلّيني مش زعلانة؟ لأ عادي، ممكن أفضل زعلانة، ممكن أفضل غضبانة، ممكن أفضل في حالة مُزرية، عادي جدًا. ما فيش أي حاجة بتقول إن أنا لمّا أتقبّل حياتي بقى تبقى حاجة تانية أو مشاعري هتتحوّل. آخر حاجة ممكن أقول لكم عليها النهارده هي إن أنا أغيّر طريقة السؤال من ليه لإزاي، من ليه ده بيحصل لي واشمعنى أنا وليه كده يا رب. لإنه إزاي أقدر أساعد نفسي، إزاي أتقبّل اللي حصل، إزاي ده ممكن يساعدني بعد كده. بس كده، دي كل حاجة النهارده، ولو حد وصل لهنا باشكره جدًا.